ازيكم عاملين ايه؟ هو هارد لك لكل الاهلاويه طبعا. والله يعني انا ملحقتش احضر حتى حاجه. انا قلت اطلع بس اتكلم في كام نقطه كده، واللي اتكلمت فيه من امبارح وكتبته بين الشوطين اللي كان متوقع يعني حصل. ناس كتيرة قوي ممكن تشوف ان مارسيل كولر كان عمل مباراة حلوة قوي وكده، بس انا هختلف في حاجات بسيطة. بس هو مارسيل كولر ما كانش زي الماتش اللي فات طبعا. عمل حاجات غلط الماتش ده. يعني كان في حاجات كتيرة ما عجبتنيش طبعا. يعني هنبدأ طبعا بإيه؟ باللي انا قلته امبارح. فرقة فلومينزي لما بتهاجم بتسيب مساحات كتيرة قوي وراها. احنا مضيعين 6 فرص محققة. الاكسبكتد جولز او الاهداف المتوقعة الماتش ده احنا 1.56، اعلى من فلومينزي في الكور اللي ضاعت. يعني الكور كانت محققة، اهداف محققة كالعادة. يعني اللي بيحصل كل الماتشات الكبيرة. يعني او الماتش او اغلبية مارسنا الهواية المفضلة بتاعتنا، تضييع الاجوان. كهربا، حسين، تاو. يعني ما فيش جديد يتقال، اكتر 3 طبعا. والله يعني عايز ابقى كده احسبها كده، يعني ارجع مثلا 5 6 ماتشات لورا واحسب قد ايه ضيعوه. بس يعني لما احاول افضل كده هحاول اطلع احصائيه بالمنظر ده. الغلط اللي انا كنت كتبته على الصفحه بتاعتي لو حد شافها يعني بين الشوطين، يعني ان احنا ضغطنا ضغط فوق المتوسط. مش هقول ضغط عالي، بس ضغطنا ضغط فوق المتوسط. وكعادة اللعيب المصري لما بيعمل ماتش حلو قوي او لما بيبقى بنلاعب فرقة كبيرة شفناها مثلا. يعني هدي اكزامبل بمنتخب مصر، البرازيل وايطاليا في كاس القارات. الجيل بتاع ابو تريكة ووائل جمعة وعصام الحضري وكده. لما لعبنا ماتش البرازيل ولعبنا ماتش ايطاليا، جينا في اسهل ماتش حرفيا امريكا شلنا منها 3-0. ده اللي بيحصل دايما في عادتنا في كل حاجة. خامس مرة نطلع من قبل النهائي. كان نفسي نوصل للنهائي، لان كده خلاص اخر مرة في حياتنا هنوصل للنهائي. ما اعتقدش يعني في 2025 بالفكر بتاع الادارة، بالفكر بتاعنا ان احنا ممكن يبقى في تخطيط لمستقبل ان كمان سنة ونص من دلوقتي، اللي هو هتعدي علينا فترتين او 3 فترات. يعني 4 فترات بالظبط قيد وكده. هنكون جهزنا فرقة تخش كأس العالم اللي هيبقى من مجاميع، وهنلاعب أقوى فرق في العالم. إن احنا نوصل لبعيد فيه زي مثلا، يعني ممكن نحلم زي المغرب، بس المغرب كانت للأسف مخططة، احنا ما عندناش تخطيط. نرجع بس لموضوع الماتش بتاعنا نفس اللي اتكلمت فيه امبارح. بيسيبوا المساحات، ضغطنا، ضيعنا كتير قوي. ضيعنا 6 فرص بالظبط، في 6 فرص محققة ضاعت. ده يعني كانوا ممكن عادي يخلصوا الماتش ويقلبوا الماتش عادي خالص. هم طبعا الخبرة بتاعتهم نفعتهم. لا، عرفوا يقفوا صح في الملعب. احنا كنا شوط اول عملناه حلو، احنا بنفرح بالكرة اللي هي ايه، انا رحت عليك وعملت وضيعت وكده. بس انا طبعا كالعادة بضيع يعني. يعني للسنة التالتة على التوالي مفيش مهاجم طبعا، عارفين نجيب مهاجم عادل. فبالتالي كهربا كان يعني، مع ان برضو انا من الناس لو ما حد بيقول لي كهربا اقول له احنا من غير كهربا بنبقى ضايعين، ما بالك بكهربا اصلا بنبقى ضايعين برضو. بس يعني اللي هو بقى كهربا ده بيضيع مثلا كل ماتش فرصتين 3. وحسين الشحات كالعاده بحس ان هو ايه، يعني لو في مدرب بيقوم يزعق على الخط او كده من الكور اللي بيزود عن حده في الترقيص والمروح والمجيه وبيعمل حاجات ساعات ايه. امام عاشور نفس الكلام لما لقى حسين زودها هو كمان، يعني حاجات كتيره كده. بس طبعا اللي كنت متوقعه وبرده كتبته على الصفحه بين الشوطين ان احنا هنقع بدنيا. بعد ماتش الاتحاد احنا طلعنا كل حاجه في ماتش الاتحاد. الشوط الاول في الماتش ده النهارده يعني طبعا عملنا ماتش حلو، عملنا شوط اول حلو قوي من الضغط بس انا كنت خايف من فكره ان كولر بيضغط ضغط فوق المتوسط. مش ضغط عالي وبقابل من قدام والكلام ده، بس بقابل من نص الملعب. انا كان نفسي نرجع للثلث الاخير بتاعنا ونبدا نلعب المرتدات اللي انا اتكلمت عليها امبارح، والمساحات اللي هتبقى فاضيه وراهم عشان نلعب في المساحات دي ونعرف نخلص. احنا لو عندنا استغلينا فرصه ولا فرصتين من ال6 فرص اللي جم ال5 الشوط الاول، ولا ال4 اللي جم الشوط الاول، كان زماننا خلصنا
كان زماننا خلصنا الماتش ده بواحد ولا اتنين ونمنا بقى ورا، عملنا اي حاجه زي الشقلبه اللي هم قعدوا يتشقلبوها بعد ما جابوا ضربه الجزاء. هم عرفوا يستغلونا صح، وعرفوا يستغلوا حماسنا واللي احنا بنعمله، ودخلوا الشوط التاني مسكوا كوره علينا وجروا اللعيبه بتاعتنا. وهو دي فعلا ما تجريش ورا الكوره. انا بقى هو بقى يلعب واحده وينقل اللعب بتاعه اللي هو بيجمعوا الكوره وينقلوها الناحيه التانيه، ويجمعوا الكوره وينقلوها الناحيه التانيه. طبعا لحد ضربة الجزاء اللي جت علينا. طبعا يعني بيرسي تاو كده كده مش مدافع، بس برضو يعني غشيمة شوية. لا هي ضربة جزاء طبعا. واحنا لينا واحدة مشكوك فيها جدا بصراحة، بتاع الكهرباء. انا مش عايز اتكلم في الكورة دي، انا دايما ما بحبش الوم على اي حاجة من الحاجات دي. فيعني للاسف يعني كان حلم حلو جدا ان احنا نوصل لنهائي كاس العالم، نلعب السيتي في النهائي، وكانت هتبقى حلوه ان شاء الله نشيل من السيتي 10-0. بس يعني ضاعت كل الحاجه خلاص، مفيش كده كاس عالم تاني بالمنظر ده خلاص. يعني كاس العالم اللي هيبقى اللي جاي هيبقى في 2025 في امريكا، فهيبقى مختلف، هيبقى الفرق مجموعات بقى وكده. يبقى بقى ايه، يا ريت اتمنى من الاداره بتاعتنا تبدا تخطط من دلوقتي في معدل اعمار محترم، نقدر نجهز فرقه محترمه، نجيب مهاجم صغير يقدر يوقفنا، يقف على رجله معانا سنه ونص كامله او سنتين كمان، معانا سنه حوالي سنه سنتين، نقدر نوظف فيهم فريق محترم، نشوف النواقص اللي عندنا، الاحتياطي اللي مش قد الفرقه نمشيه ونجيب ناس كويسه. اعتقد يعني احنا في ايدينا نقدر نعمل كده لو فكرنا شويه. يبقى عندنا كده ايه، عين حلوه تجيب لنا كام لعيب تقيل سواء من مصر او بره مصر اللي موجود. بس يعني انا كنت والله يعني انا حتى كنت كتبت الفرص اللي ضايعه بالتوقيتات، يعني كاتبها قدامي دقيقه 6 ودقيقه 27 دقيقه 28 دقيقه 35، 4 فرص في الشوط الاول كانوا يخلصوا الماتش. المساحات بقى يعني الجون التاني مش هتكلم عليه لان ده طبيعي بعد بعد المساحات ما يعني بعد ما طبعا دخل فينا ضربة الجزاء. الجون التاني كان طبيعي خالص لان احنا كلنا متقدمين واحنا وقعنا بدنيا تماما، واحد زي امام عاشور. وفي حاجات برضو ايه، يعني برضو ايه مش هنعرف نتكلم فيها. يعني انا تبص على الدكة اصلا من اول الماتش انت مش شايف حد غير كريم فؤاد. يعني واقعيا انا مش شايف غير حد غير كريم فؤاد قريب من اللي جوه. لو بعد كده اتكلمت مين، طاهر، قفشه، يعني كريم فؤاد وطاهر وقفشه هم دول احسن ثلاثه على الدكه واللي بيلعبوا لقدام. حتى السوليه اخر ماتشين شباب بلوزداد والاتحاد اللي نزل فيهم كان ضايع. يعني السوليه احسن واحد كان بيباصي في مصر، بقى مش شايف قدامه. يعني عادي، طبيعي واحد راجع بعد اصابه طويله بالمنظر ده، انا مش هلومه مع السن مع الكلام ده كله. فيعني حظنا رضا سليم كان معانا وعبد القادر كان معانا، والاثنين اتصابوا قبل البطوله، فيعني ما فيش. كريستو برضو اتصاب تقريبا. يعني قصه كده ايه حصلت في اخر كام يوم قبل المونديال، فضيعت الدنيا كلها مننا. انا زعلان بصراحه، زعلان عشان كده طلعت اتكلم شويه واقول للناس نفس يعني المشكله ان انا اتكلمت في الكلام ده امبارح. انا هلوم على كولر بس في حته ان هو ضغط عالي، ويعني ضغط مش مناسب مع فرقه بتلعب كوره على الارض بسهوله، فهتجرينا ورا الكوره فتعبتنا فوقعنا الشوط الثاني بدنيا، خصوصا بعد ماتش الاتحاد. يعني اتمنى ما كنتش طولت عليكم، ويا رب الفيديو ده يعجبكم. ولو يعني لو عجبكم يا ريت، ويا ريت لو حد عنده حاجه يتناقش معايا فيها يا ريت يقولها لي يعني ونتناقش فيها سوا. وشكرا جدا ليكم، شكرا، السلام عليكم.